السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. إن شاء الله النهاردة هنعمل فراخ محشية بخلطة رز جميلة، وإن شاء الله هنعمل صينية بطاطس جنبيها عسل عسل، وحاجة بقى كده تحفة، وحاجة بقى إن شاء الله تكوني كده مميزة فيها. وهاقول لِك على كل حاجة إن شاء الله النهارده عشان تعملي أحلى فراخ وأحلى صينية بطاطس في الدنيا. بُصّوا بقى الجمال وبُصّوا الحلاوة وبُصّوا التحفة بقى. إن شاء الله هنعملها مع بعض بأسهل الطرق. وإن شاء الله أنا كنت بقى لي فترة عايزة أعملها، وكل يوم طبعًا كلنا عارفين حيرة في الأكل، بس إن شاء الله كان عندي فرخة بقى وقُلت إن شاء الله النهارده أنا أعملها مع حبايبي، أنا مش لسه بقى هاستنى لرمضان. إن شاء الله برضُك دي بنعملها في رمضان وبتبقى عسل، وساعات بنعملها بالفريك، وإن شاء الله كل حاجة هنقولها بالتفصيل، ونبقى نعمل برضُك حلقات فراخ محشية برضُك إن شاء الله في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده كان معايا حوالي كيلو بطاطس كنت مقطّعاها حلقات، ولا رفيّعة ولا تخينة، بيبقى وسط كده، ودي كل المكونات حبايب قلبي. وهنشوف هنعمل إيه دلوقتي مع بعض عشان نطلّع غدوة حلوة. أول حاجة جِبت بولة وكان فيها طماطماية مبشورة، وكان مقطّعة كمية بصل عشان للبطاطس بقى للفراخ، وأخدت منها حوالي بصلاية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين، وحطيت ربع معلقة ملح، وربع معلقة دي بهارات مشكّلة، وحطيت حبايب قلبي دلوقتي ربع معلقة ملح فلفل أسمر، وربع معلقة ملح، وربع معلقة بهارات مشكّلة، وادعكهم كويس جدًا، جدًا، علشان أي فرخة محشية حبايب قلبي بنتبّلها الأول. ما ينفعش إن إحنا نحط فيها الحشوة كده، لأ بنتبّلها بالتتبيلة دي، بتمنع أي حاجة فيها مغسولة وزي الفل، ومغسولة منقوعة في محلول النقع لمدة ساعة، وبعد كده مصفياها وشطفاها كذا مرّة، باخلّيني وراها لغاية ما بتفضل زي العسل، وبافتح كده فتحات زي ما حضراتكم شايفين بالسكينة، علشان نحط فيها الخلطة دي عقبال ما نعمل الرز تكون اتحيّقت شوية. لو حضرتِك عندِك وقت وعايزة تسيبيها مثلًا ساعة أو أي حاجة ما فيش أي مشكلة، أو ساعة إلا ربع، بتبقى في التتبيلة دي حلوة جدًا، جدًا. بس أنا عشان ما كانش عندي وقت فتبّلتها وسِبتها شوية عقبال ما عملت خلطة الرز. بُص بقى، بنجيب الخلطة الجميلة دي، الفلفل الأسمر وبهارات مشكّلة وربع معلقة ملح والطماطماية المبشورة والبصلة الكبيرة، وبنحيّقها كده زي ما بنقول، وبنعمل لها بقى كده تدليك كده من كل حتّة، علشان يبقى طعمها مميز لمّا إن شاء الله حبايب قلبي ندخّلها الفرن. أحلى فراخ تاكليها، وإن شاء الله هنعمل وصفات حلوة على رمضان. ادعوا لي بس باستمرارية القناة. سِبتها بقى على جنب أهي، وجبنا طاسة كبيرة حطيت فيها 4 معالق زيت ومكعب زبدة، وهنحط حوالي حبايب قلبي بصلتين وسط، أو ممكن تحطي واحدة كبيرة، علشان إن شاء الله هنعمل الرز نشوّح فيهم كده، وأول ما ريحتهم تطلع هنعمل الرز ده إن شاء الله بيبقى عسل عسل وطعمه جميل جدًا. وحطيت نُص معلقة سبع بهارات ونُص معلقة فلفل، وإن شاء الله دي بهارات مشكّلة، نفس البهارات اللي إحنا حطيناها في خلطة الفراخ، وده كان مكعب ماجي بس كان مبشور. وإن شاء الله ده كان مكعب بس هو كانت مفتفت، أنا حطيت مكعب، يعني هم كانوا بس مفتفت في الطبق. وبعد كده إن شاء الله حبايب قلبي نشوّح فيهم كويس جدًا، جدًا. أحلى تطعيمة تاخديها لحشوة الفراخ بالرز، وإن شاء الله نبقى نعمل بقى الخلطات الحلوة وخلطة الحمام وكل حاجة إن شاء الله في رمضان. ده كان كيلو إلا ربع رز، أنا هاحط حبة في الفرخة، وبعد كده هنسوي الباقي هاوريكم دلوقتي، عشان هاعمله إن شاء الله زي أرضية كده، أو هناكل منه إن شاء الله مع البطاطس. ده شوحت فيهم كويس جدًا، جدًا، ولغاية كده ما يتشرب من البصل والتوابل. وبعد كده حبايب قلبي الرز ده طبعًا هنسويه بكوباية واحدة بس مَيّة، وضبّطنا الملح أهو. وبعد كده إن شاء الله شوف هنحط له قد إيه مَيّة، عشان ده هنسيبه يستوي زي ما بنقول كده، هيبقى نُص سِوَى. وبعد كده هاقول لكم هنعمل فيه إيه، هناخد حبّة للفرخة عشان نكمّل تسويتها فيه، وبعد كده حبايب قلبي إن شاء الله هنسوي الحبّة الباقيين علشان هناكلهم أحسن بقى. قُلت تغيير من الرز بالشعرية وتغيير. بُصّوا نتفلفل بقى على نار واطية كده شوية، وبعد كده حبايب قلبي حطيت كوباية مَيّة. بُصّوا كوباية بس، أنا مش هاغطّي بقى وأخلّيه يستوي سِوَى كامل، لأ إحنا هنسويه نُص تسوية، علشان حبايب قلبي هناخد حبّة للرز بتاع أي حمام أو فراخ
بيبقى نُص تسوية وبعد كده بيكمّل سِواه في الفرن. بُصّوا أنا غطّيت بس أهو حاجات بسيطة، حطّيت حوالي كوباية وربع كده وغطّيته بقى بأي حاجة عندي، وبعد كده قُلت عقبال ما يستوي قُلنا نعمل صينية البطاطس العسل. جِبت حوالي بصلتين كبار، وإن شاء الله حبايب قلبي هنشوف هنحُط عليهم إيه. حطّينا حبّة فلفل، ده كان فلفل رومي حطّيت حوالي 2 وكان في وسطيهم 1 حرّاق، ودي كانت فلفلاية واحدة صفرا عندي حطّيت نُص الكمية، يعني نُص واحدة كده إن شاء الله. وأهم حاجة بقى كُلّنا عارفين إن البطاطس بتحب التوم، حطّيت بُص معلقة كبيرة أنا باضربه باخلطه في التلاجة وباحط عليه فلفل أخضر، ودي حبايب قلبي بهارات مشكّلة، دي معلقة بهارات مشكّلة، ودي نُص معلقة فلفل أسمر. وإن شاء الله هنشوف هنحط عليها، دي كانت واحدة برضُك ماجي. كل ده إن شاء الله هنشوف هنعمل إيه علشان تعملي صينية بطاطس مميزة. ونُص حبايب قلبي 7 بهارات، دي بقى بتدّي طعم حلو جدًا. أكتر توابل أنا هتلاقوني باستعملها معاكم عشان أنا باحبها، لإن في طبعًا كلنا عارفين بهارات بتبقى طاغية، وولادي بصراحة يعني أكتر حاجة دول بيحبوها في بهارات ما مش بيبقى متقبلينها أوي. فحطينا كده ضبّطنا الملح، حطيت حوالي معلقة، وندعك بقى كويس جدًا، جدًا ال7 بهارات والفلفل الأسمر والملح ومكعب الماجي والبصل والفلفل، وإن شاء الله حبايب قلب التوم، تاخدي أحلى تطعيمة وأحلى صينية بطاطس. الريحة بتبقى قالبة المكان يا بنات. وإن شاء الله حبايب قلبي ما تحطيش كله كده بقى وتحطي على النار، لأ إحنا عايزين نعمل حاجة مميزة وأم مكة مشهورة بيها، والكل لمّا بيدوقها عندي بيقول أنتِ بتعملي فيها إيه. ده بقى سر صينية البطاطس بتاعتي، وإن شاء الله تعجبكم. بُصّوا خلطة حلوة أهي زي العسل، ونجيب البطاطس الحلقات نحطها، ده حوالي كان كيلو أهو، بس كان حجمها صغير، قطّعتها ولا تخين ولا رفيع، بتبقى وسط كده علشان ما تبقاش يعني رفيعة وتستوي على طول وتتهري منِّك، فتقطّعيها بالسمك اللي هو التخين شوية. ونشوّح بقى نقلّب آسفة الكلام الجميل ده كلّه في بعضه، وبعد كده حبايب قلبي هنشوف هنحط إيه تاني علشان تطلع معاكِ صينية بطاطس مميزة. جِبت بقى حبّة زيت، حطينا حوالي عشان بقى هنحطها بقى على النار شوية وبعد كده إن شاء الله الفرن، وحطيت حوالي معلقة زبدة. بُصّوا علشان كل ده بيدّيها تطعيمة حلوة جدًا، جدًا. وبعد كده بقى نسيت إيه، نسيت الجزر، رُحت حطيته فإن شاء الله كنت مقطّعة 2 جزر، ده بيدّيها طعم حلو جدًا ما تخافيش منّه، وبيدّي تسكيرة لصينية البطاطس ممتازة. أنا باعملها كده على طول لمّا بيكون متوفّر عندي، وبتبقى عسل، عسل يا بنات. إن شاء الله تجرّبيها وهتعجبكم. بُصّوا بقى الجمال، وبُصّوا الألوان، وبُصّوا الحلاوة، وبُصّوا بقى صينية البطاطس اللي أنا بقى مشهورة بيها. وبعد كده كنت عندي شوية طماطم اللي حوالي خدت كيلو إلا ربع كده، أنا كنت قلعت بقى الجلافز أهو، وبعد كده بقى نسقيها بالطماطم علشان أنا كنت مسبّكاها وحاطاها في التلاجة بمعلقة سُكّر ومعلقة بابريكا، هاعمل لكم إن شاء الله حفظ للطماطم، وطلّعتها فكِّت على النار. سقينا بقى حوالي كيلو إلا ربع البطاطس، هتاخد شوية من على النار من فوق لغاية ما تستوي، وبعد كده آخر 3/4 سِوَى والربع الباقي باكمّلها في الفرن وبادّيها تحميرة خفيفة. آخر حاجة بقى معلقة دبس الرمان، دوقي بقى صينية البطاطس وادعي لي دعوة حلوة باستمرارية القناة، بتدّيها طعم ومزازة مش إن شاء الله هتعجبكم. هنا بقى حبايب قلبي حطيت البطاطس ورجعت للرز، كان اتشرّب المَيّة وطّينا عليه 10 دقايق بالكتير، وبعد كده بقى بنشيله. خلاص كده إحنا مش عايزين نكمّل سِواه، لأ هو أول ما يتشرّب نسيبه 10 دقايق، وبعد كده هنشوف هنعمل إيه النهارده في أحلى فرخة وأحلى صينية بطاطس. والحمد لله رب العالمين الأكل تحفة، تحفة وعسل. وإن شاء الله بُصّوا خدت حبّة بقى أهو، أنا حطيت الرز أهو والباقي بقى حطيته في حلة علشان نكمّل سِواه. هنحط عليه حبّة مَيّة المقدار لمّا يغطّي الرز، وأكمّل سِواه ناكله بدل الرز وتغيير بدل الرز بالشعرية. بُصّوا حطيت مَيّة أهو، حاجات بسيطة مش كتير علشان إحنا حطينا برضُك في الأول. بُصّوا لغاية ما يغطّي بس الرز كده، وهنحطه أول ما يتشرّب هنتعامل معاه كرز عادي، وبعد كده أول ما يتشرّب حبايب قلبي هنوطّي عليه. أحلى شوية رز تاكليهم، وإن شاء الله بقى نعمل بقى رز بقى للحمام ونعمل حاجات حلوة في رمضان مع بعض إن شاء الله. هنا بقى صينية البطاطس أهي، وبعد كده بقى خدنا الرز هنرجع لمين، هنرجع للفرخة اللي هي البطلة بتاعتنا النهارده. بُصّوا بقى حطينا حشينا كده بقى في النُص و في بطن الفرخة كده، وإن شاء الله بقى لمّا بيبقى الخلطة بقى بتنزل
بتنزل على الرز، ولما بتستوي يا بنات اديتها طعم في منتهى الجمال، ما شاء الله عليها. بص تحفة تحفة، وان شاء الله تعتمديها وتعمليها وتكون احسن حاجة من ايدك. الرز ده بقى بنحط عليه الكبد والقوانص في الحمام، وبنعمله كده في الحمام ان شاء الله. اعمله لكم في رمضان وهقول لك ازاي الحمام ما يفرقعش منك، كل حاجة مش هخبيها عليكي. بس دعوة منك حلوة باستمرارية القناة، وإن شاء الله تعملي بقى اشتراك كده وتقولي لحبايبك على مطبخ أم مكة، وهقول لك على كل حاجة بالتفصيل في المطبخ المصري وكل أكلاتنا الحلوة. هنا بقى جبنا كيس فوم، أنا جبت واحد وحطيت في واحد تاني عشان الأكياس حبايب قلبي دي خفيفة عندي، فخفت إن هي تفرقع ولا حاجة، فحطيت كيسين. لو أنت عندك الكيس محمل تقيل شوية حطي واحد بس. وحطينا بقى الفرخة الجميلة دي، أنا بحطها لما بيكون متوفر عندي. طب أنا ما عنديش كيس حراري يا أم مكة، حطيها في الصينية وغطيها بورق سلوفان كويس جدا، وإن شاء الله تستوي معاكي وتبقى زي العسل. بصوا حطينا بقى باقي الخلطة، وإن شاء الله حبايب قلبي لو عندك بقى الفرن بتايمر حطيه على درجة حرارة عالية 200 حوالي ساعة إلا ربع، وبعد كده هتفتحي عليها زي ما هوريكم بعد شوية علشان تتحمر آخر حاجة. إن شاء الله دي فرخة عادية بيضة، فمش هتاخد وقت في السوا. وإن شاء الله آخر 10 دقايق هنفتح الكيس بقى عشان نشوف هنعمل لها بقى خلطة كده عشان تتحمر من فوق. قفلت الكيس كويس اهو يا حبايب قلبي، وبعد كده كنت بقى خلاص دخلتها الفرن، وان شاء الله بقى تستوي براحتها، مش هتاخد ان شاء الله وقت، عشان قعدت معايا ساعة بس ان شاء الله، علشان دي فرخة بيضة. وان شاء الله بصوا بقى ده الرز كان خلاص بقى اتشرب، وطيت عليه ومفلفل وزي العسل وريحته جميلة يا بنات. وصينية البطاطس بتغلي معانا اهي. بصوا لايك بقى اهو، لايك لأم مكة، ومتابعة وشير ان شاء الله. هنا بقى الفرخة كانت قعدت حوالي ساعة معايا، عشان انا الفرن بتاعنا ما كنتش مشغلة الشواية، كنت مشغلة فرن بس. بعد كده قطعت الكيس بقى كده من فوق، استوت وزي العسل. رحت جايبة معلقة صلصة صغيرة، وحطينا عليها معلقتين زيت، وحطيت شعرية فلفل اسمر وشعرية ملح، يعني ربع معلقة، مش هقدر اقول ربع، لا حوالي كده، حاجات بسيطة بس احيق الصلصة عشان ندهن بيها الوش بتاع الفرخة ويبقى معانا زي العسل. بصوا بقى الفرخة الرز عشان انا كنت مكترة شوية كان طالع من الفرخة وكان زي العسل وخد تحميصة شوية. احنا بقى نحطها 10 دقايق، يعني 10 دقايق بالكتير جدا، علشان الرز اللي قدام ده ما ينشفش منكم وتبقى زي العسل. عندك الفرن حامي مش عايزة تحطيها على الشواية مفيش أي مشكلة. أنا سبتها على الفرن شوية وما حطيتهاش بصراحة على الشواية، وبعد كده حبايب قلبي طلعتها لأنه كان حامي وسخن جدا جدا من البطاطس بقى ومن الفرخة. الرز هنا استوى خلاص أهو، وبصوا بقى البطاطس هي خلاص استوت، وإن شاء الله بقى الريحة يا بنات والطعم، وإن شاء الله تاكليها وتدعيلي. وما تحطيش كله على بعضه وعلى النار، لا اعملي الخطوة دي وهتبقى معاكي أحلى صينية بطاطس. استوت اهي، وكنت حطيتها بقى مع الفرخة، وكان خلاص كده بقى، كده خلصت بقى. وكان بقى ان شاء الله بصوا طلعنا بقى الفرخة يا دوب خدت تحميرة بسيطة زي ما قلت لك، ما تعوقيش عليها. لو عندك شواية اللي هو بس تحمري بس الوش بتاعها علشان الرز اللي قدام ده ما يتحرقش منك. وبصوا بقى كانت مهرية بقى، والوراك كانت مخلوعة من بعض بقى، وكانت تحفة. وحبة رز بقى يا بنات بصوا مفلفلين وطعم بقى، والتتبيلة الخلطة اللي انا حطيتها في الاول كانت مدياها طعم حلو جدا جدا. وحبة الرز والبطاطس اللي انا مشهورة بيها اللي تحفة ودايبة بقى وحاجة كده زبدة، وان شاء الله تعجبك وتعتمديها. وان شاء الله هنعمل حلقات كتير عن البطاطس. وحبة لفت مخللاهم، ان شاء الله نعمل حلقة مع بعض لللفت وزي العسل. والحمد لله رب العالمين اليوم اتقضى. اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.